ونصيحتي يا حمود اسمع، ابرد من المومري وهجع، لو جا العرس خبره يرجع. أما السبب قد حمود داري، قال كل المشاهير بيهنوك بالواتس والتيك والفيسبوك. مبروك يا أخي حمود مبروك، من لحن شعري وأوتاري، أفضل وأطيب رجل مشهور، لا هو مهنجم ولا مغرور، بيحبها الناس والجمهور، والسر يعلم بها الباري. اليوم عتغير الكتالوج وتبطل أي سلوك معوج، ما هو بكيفك دخول وخروج، عتعيش بنظام إجباري. ونصيحتي يا حمود اسمع، ابرد من المومري وهجع، لو جا العرس خبره يرجع. أما السبب قد حمود داري، مشتيش تتكسر الطيقان والعود والطبل والفنان، ويغادر الناس ذو ريدان من بعد زحمه وطوباري. حذرتك اليوم وانت اخبر من صاحبك حين يتهور، كم خرب اشياء كم كسر، بالذات حين يقتل بضاري. لحظه ولا حد يسيء الظن، ومن قبل ما مصطفى يجنن، ارجوك رجاء خاص لا تلعن ولا تشقدف لافكاري. شارك صديقك وسير امرح، واضحك وهيص معه وافرح، اصلا انا كنت بين امزح والطف الجو باشعاري. من دونك الحفل ما يكمل، وحمود لو غبت با يزعل، ما صاحب الا اذا اقبل، يعز قدره ومقداري. وسلامتكم.